السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل حبايبي وكل متابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في قناة الإسلامية المتميز للأرانب والأعلاف. لو أنت متابع الفيس خش على يومياتي في مزرعتك. النهاردة يوم معروف عند المربيين وكله بيستناه طبعا. النهاردة هنفطم أطفال من أمهم عشان خاطر برضو يعرفوا ياخدوا الوجبات بتاعتهم مظبوط، وبتبقى أفيد لهم يعني والاستراحة. طبعا هنفطم مع بعض زي ما انتم شايفين كده، تبدأ تلم بس الأم ده هنفطم عيالها كلهم زي ما انتم شايفين اهمت يا جماعة. طبعا حاجات بابيون زي ما انتم شايفين. الأم دي يا جماعة هنشوف معاها كام. ده واحد اهوت يا جماعة، دي طبعا معاها خمسة يا جماعة في عمر 30 يوم. أنا فاطم النهاردة 30 يوم. طبعا في ناس بتقول لي أنا بفطم في عمر صغير وبلاقيهم فاطمين اللي هو العمر ده يا جماعة، ده أكبر غلط وتلاقيه يموت منك. العمر الناس اللي بتفطمه على 22 يوم دي أكبر مشكلة وغلط جدا إنك تفطم العمر ده يا جماعة. أقصى حاجة تفطم من أول ال27 وأنت طالع لغاية 35 يوم. إنما العمر ده يا جماعة يعمل معاك كوكسيديا وانتفاخ، لأن برضه لسه متعود على لبن الأم، لسه في عمر ال 22 يوم اهوت يا جماعة، لسه ما شافش دنيته. وطبعا دول كذلك. طبعا أنت بتلف على عنبر بتلاقي اللي ميزان واخد معاك اهو 22 يوم يا جماعه، ما ينفعش يتفطم. الناس اللي بتفطم فطام 22 200 جرام و250 جرام دي اكبر غلط، بتلاقي التحويل معاك قليل. ودي طبعا الفطام المظبوط يا جماعه اللي هو 700 جرام وال 600 جرام زي ما انتم شايفين كده في الحلقه ديت اهوت يا جماعه. الارانب هي دي اللي تتفطم يا جماعه، على الاقل تعرف تاخد وجباتها مظبوط طبعا. وفي فيديوهات كتير هنتكلم عليها طبعا في العمر ال 22 يا جماعة، اللي هو العمر ده أول ما يبتدي يخرج من عند أمه بنسيبه لمدة لحد ال20 يوم، وبنبدأ نجيب طاجن صغير ونحط عسل في المية وبنبدأ نحطه للأم عشان خاطر النمو يتحسن معاك ويبقى فيه أداء عالي. أنا عايز كل الناس تشتغل كده. وطبعا لازما العلافة تكون مليانة. بس امتى العلافة تتملى للأطفال؟ من أول العمر ال25 وأنت طالع تبدأ تملى العلافة، لأن كل أرنب ليه من حوالي 25 جرام إلى 30 جرام، دي وجبته اليومية في العمر ده يا جماعة، اللي هو في العمر ال27. ودي طبعا دي 22 لسه ما خدش على دقات الأكل أوي. وطبعا تعال نروح نسكنهم مع بعض، ويا ريت يا جماعة تدوسوا لايك وشير، ويلا نروح نسكنهم مع بعض. ورجعنا لكم تاني يا جماعة. رحنا عند اللي هي دي معروف اللي هي بتاع التسمين، دي مرحلة التسمين أو السلالات. أنت بتبدأ تفطم العمر ده طبعا بيبانش معاك سلالات. اللي يقول لك الأرنب بيبان معاه في السلالات في العمر ده يقول له أنت كذاب. دي حاجة بديها لك معلومة. عمر السلالات يا جماعة بيبتدي من عمر ال55 يوم إلى 60 يوم إلى 65 يوم، بيبدأ يبان معاك السلالات اللي هي يوم البيع بتبدأ تحوش سلالتك اللي هي زي دي، اللي هي زي دي طبعا سلالات أهي. واللي تحتها برضه شايفين السلالة يا جماعة، السلالة بتعبر عن، هنوريكم برضه جزئية. شايفين يا جماعة، أهم حاجة الحوض يبقى عريض أهو من صغره يا جماعة. عمر 70 يوم أهو، لازم الحوض يبقى عريض سواء ذكور نوتي، لازم الحوض يبقى عريض. اهم حاجه لان هي دي النقطه اللي بنشتغل عليها في الامهات، الحوض يبقى عريض عشان خاطر هو دي اللي هيشيل الاجنه معاه. يلا بينا مع بعض نسكن الاطفال اهو. اهو يا جماعه. طبعا وجبات الارنب ديت كام؟ هنبتدي معاها تدريجي لان طبعا مفطوم
لسه النهارده هنبتدي معاه تدريجي. ازاي تدريجي؟ ان هو ما ياكلش 50 جرام في السن ده، ما ياكلش 50 جرام. هنبتدي معاه من اول ال 30 جرام واحنا طالعين. وطبعا هو دي نهاية الفيديو بتاعنا. ويا ريت يا جماعة دوس لايك وشير عشان غيرك يستفيد، واللايك بتاعكم يهمنا جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.